الجزائر غير محسوبة عندنا نحن كدول الخليج. عندنا من الشرفاء اللي هم يعرفون قدر الخليج وأهمية دول الخليج. أما الجزائر فمثل ما ذكرت سابقا فهي سجن كبير تسمى الجمهورية أو جمهورية السجن العظيم. مسيكم الله بالخير. شاب جزائري علق على منشور إلي بصورة عليها الخليج ليست قضيتي، وأنا أكد لك وأقول نعم، الخليج ليست قضيتك، هي قضية للشرفاء العرب وقضية أبناء الخليج. هذا الفيديو بارطاجيوه الماكسيموم هدية مني للجالية الإيرانية الموجودة عندنا في الجزائر وبكثرة. شوفوا معنا. استقرار لشعوبنا. في هذا المقام لا يفوتني أن أتجه بأصدق عبارات التضامن إلى الدول العربية الشقيقة التي طالتها الاعتداءات العسكرية الإيرانية غير المبررة. هيا المتأيرين الجزائريين، هيا الإيرانيين الأكثر من إيرانيين، ردوا على سعيود أو قال لكم نودين الاعتداءات الإيرانية على الإخوة الأشقاء، ونتوقع منها ذلك ولا نضعها في الحسبان. وسأسرد لكم التاريخ. في عام 1991 عندما اجتمعت الدول العربية مطالبة بتحرير الكويت، كانت الجزائر من ضمن القلة القليلة من الدول العربية التي رفضت ذلك واعترضت. وفي عام 2012 وعندما حدث الشغب في البحرين وتبين أنه إيران الداعم لذلك الشغب، طالبت الدول العربية أيضا بتقليل التمثيل الدبلوماسي مع إيران، إلا الجزائر رفضت واستمرت في علاقتها مع إيران. وفي 2016 عندما انهمرت صواريخ الحوثي على المملكة العربية السعودية، وقف العرب جميعا وطالبوا بقطع العلاقات مع إيران، إلا الجزائر زادت اتفاقياتها وزاد تعاونها مع إيران، ومن ضمنها أيضا التدريب العسكري. وقبل أسابيع قليلة كانت الجزائر تتغنى وتردد نحن مع السعودية وسنقف مع السعودية ودول الخليج باستثناء دولتين، ونحن نعلم أنها تقصد الإمارات والبحرين. ولكن عندما انهمرت الصواريخ أيضا وصار الحرب بين إيران وأمريكا، سكتت الجزائر ودفنت رأسها بالرمل. بعد 48 ساعة وعندما تأكدت من هلاك علي خامنئي، خرجت بتصريح خجول جدا تندد فيه بالحرب ولم تذكر الاعتداءات التي تتعرض لها دول الخليج. لذلك نعيد ونكرر، الجزائر غير محسوبة عندنا نحن كدول الخليج. عندنا من الشرفاء اللي هم يعرفون قدر الخليج وأهمية دول الخليج. أما الجزائر فمثل ما ذكرت سابقا فهي سجن كبير تسمى الجمهورية أو جمهورية السجن العظيم. لذلك نحن لا نرى الجزائر كدولة أو أن نضع عليها اعتماد كدولة عربية تقف معنا. الجزائر تاريخها مسيء للخليج أكثر من فائدته وأكثر من دعم للخليج. أعطيكم بعض المقاطع التي تبين حقيقة الجزائر والجزائريين. بتقولوا لي هذه معارضين، نعم، ولكن في يوم من الأيام هذه الأحزاب المعارضة ربما تصعد إلى السلطة، فماذا سيكون مصير الجزائر؟ الشيء الثاني، هذه الأحزاب التي سأنقلها لكم بعد قليل هي تبت من الجزائر وتعمل في الجزائر وتعمل بعلم الحكومة. لذلك لا تستغربوا ما يحصل من الجزائر ولا تثقوا في الجزائر، فالجزائر متقلبة المزاج. تابعوا معي المقاطع المنشورات اللي سأعرضها لكم الآن. كل مصائبنا يا سيدي من هذا النظام الخليجي عموما وعلى رأسه الدولة السعودية في كل مآسينا ومآسي الاقتصادية تاعنا والحروب تاعنا والدبلوماسية تاعنا والباطل. أليس الشيعة وإيران أخطر من كل هذا الخطر الذي واش داروا لك الشيعة وإيران؟ ما داروا لنا والو الشيعة وإيران. قول لي واش داروا لك، قول لي. وتنبأ بالدور الفعال لإيران في السنوات القادمة. علي شريعتي المفكر الإيراني دفع عن الثورة الجزائرية. إذن العلاقات بين الجزائر وإيران بدأت من هذا الوقت. نحن نتذكر الدور الجزائري في سنة 1900 في الحرب العراقية الإيرانية وكيف تدخلت الجزائر. ويا رب انصر إيران على هدوم أعداء البشرية. نعبر عن تضامننا المطلق واللا مشروط مع إيران الشقيقة شعبا ودولة. لأن باختصار شديد مثل ما لاحظتم، الجزائر لا أمانة ولا ثقة لها. اليوم يحكمها العسكر وغدا تحكمها المعارضة، فكلاهما وجهان لعملة واحدة. الجزائر لا تقف مع العرب وليست قضية العرب، الجزائر فقط تركب الموجة. الجزائر في المواقع هم أبطال وفي الواقع هم نعامة،
لذلك لا تستندوا على الجزائر ولا تثقوا بالجزائر، ومثل ما سمعتم ورأيتم ما جبت من عندي، ولكن هذه حقيقة سردتها لكم عبر التاريخ، وآتوني بدليل واحد فقط يثبت أن الجزائر معنا نحن كخليجيين وكعرب بصفة عامة. اليوم ندخلوا في الموضوع مباشرة دون مقدمات يا خاوتي. حنحكيو على إيران وحنحكيو على الموقف الجزائري بعد الخطاب تاع ترامب اللي هضروا البارح في الليل. اليوم الصباح خرج وزير الداخلية سعيد سعيود وهاو الموقف الجزائري اللي هضر عليه. أصدق عبارات التضامن إلى الدول العربية الشقيقة التي طالتها الاعتداءات العسكرية الإيرانية غير المبررة وغير المقبولة. واضحة وضوح الشمس، يتكلم على إيران ليعترف أنه قاعدة تدير في اعتداء غير مبرر، اعتداء عسكري على هذه الدول العربية. دونك اليوم مع بعضنا حنحاولوا نناقشوا هذا التصريح وهذا الموقف، لأنه يعتبر موقف يعني من جانب الدبلوماسي الجزائر تعترف أنه إيران تعتدي على هذه الدول دون أي مبرر. دونك هيا نتكلموا يا خاوتي، ما نحاولوا نبادلوا أفكار. هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ هل إيران عندها مبرر ولا دون أي مبرر؟ هبلتك مهبولة، كانت قاعدة ناضت تضرب في العرب. هل هذا منطقي يا خاوتي؟ هل هذا يفسر لنا هذا الموقف؟ والله غير كانوا قاعدين لاباس بيهم وإيران قررت ضربهم دون أي مبرر. هي عيب أنه جزائر باسم على اسم وزيرها الداخلية تتكلم هذا الكلام، أو مكتوب يعني راهم تفاهموا عليه وقالوا هاي الصيغة. كيفاه دون أي مبرر؟ كيفاه ما عندكش مبرر؟ تتمسخر بيا؟ تسمى مهابل. نبداو نمشي مع بعضنا. اولا المغالطه الاولى، ايران لا تضرب في هذه الدول. ايران كون جا عينها تضرب الدول العربيه راهي نسفتها منذ الاسبوع الاول، لانها دول يعني مع عمبنا يعني البنيه تاعها راهي ديكوراتيف يا خوتي، راهو ديكور برك. هذيك الباطيمات وهذيك كل تسمى قادر ميسيل واحد ولا زوج ينسفهم. لكن لا، ايران ماهيش حابه تضرب هذه الدول. ايران من الاول قاعده تقول راني نضرب في القواعد الامريكيه اللي هي اون باز اريير للاتاك تاع لي زاميريكان، تضرب في اللي باز امريكان. هذه القواعد العسكريه سي نورمال تستعملهم امريكا للتزود بالوقود، ولا تحط الطيارات تاعها، ولا ديبار استراتيجي تكتيك من تما، ولا تهز لي سي نورمال، سي اون باز امريكان وهي في حرب. دونك قال لك هو مادامكم انتم دايرين هاد لا باز باش تضربني، دونك انا نضربها. هذا مبرر ولا لا؟ هذا منطقي. حاجه اخرى، ربما بعض الميسيل يطيحوا في لافيل، باسكو كي يجي الميسيل رايح يا خوتي وطالع باش يهود على لا باز ميليتير، ساعات ينترسبتيوه في السماء قبل ما يوصل، وكي يتفلك في السماء الشظايا ديك سي نورمال تطيح على لافيل. دونك انت اعترضت هذا الصاروخ اللي رايح للا باز، دونك سي نورمال كو يطيح لك في لافيل. هذا تسمى كما يقولوا دوماج كولاتيرال، الله غالب. الحاجة الثانية كي يقول لك سعيود بدون أي مبرر، البارح دونالد ترامب خرج في الخطاب وقال باللي إسرائيل والسعودية وهذه الدول العربية هم حلفاؤنا. أود أن أشكر حلفائنا في الشرق الأوسط وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت والبحرين، كانوا رائعين. وأيضا في جميع اللغات مترجمة وفي جميع القنوات قالها، هدرها، قال جماعة هادما راهم اليد في اليد معانا، حلفاء في وش؟ باش نديروا ماتش، باش نديروا كوب دي موند، باش نديروا حفلة، حلفائنا في الحرب. أود أن أتوجه بالشكر لحلفائنا في الشرق الأوسط، إسرائيل، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت والبحرين، لقد كانوا رائعين. يخرج هذا ترامب يقول هذوما حلفائي، يعني راهم معاونيني بطريقة أو بأخرى باش وش؟ باش نضرب إيران. فتخيل أنت في بلاصة إيران عندك العدو تاعك وداير حلفاء، تسمى أنت كيف تبقى تتفرج معاهم الحلفاء ويبعتولك من لي باز وتبقى تتفرج؟ هل هذا مبرر ولا لا؟ دون ما نقولوا يا سيدي راك بور ولا كونترا، خلينا منطقيا فقط. عندك خصم وخصم، ها متخاصمين، هذا عنده حلفاء قاعد متحالفين باش يضربوك، انت تضربهم ولا لا؟ هاتي سي لوجيك. قال واش انا نضرب الكبير برك ودوك الصغار هم معاه، هم يزودوه يا اما بالصوارد يا اما بالمعنويات يا اما بالداخل، سا ديبون كيفاه، لكن يعتبر حليف. اخرج انت اجبد روحك وقول من الاول ماشني حليف، ربما اقفل القاعده. قال واش ما دخلنيش انا. شوفوا يا خاوتي، النيتو راح له ترامب قال له انا ديجاني مسيني معاك نورمالمون رانا كونفونسيون مع بعضانا، قالوا له لا. النيتو قالوا له لا احنا ما تستعملناش باش نطاكيو بلاد اخرى. خرج رئيس الوزراء البريطاني البارح وهدرها له. أقول مرة أخرى أن هذه ليست حربنا، ونحن لن ننجر إلى هذا النزاع. هذه حربك ماشي حربنا، احنا تفاهمنا على الدفاع، انت حاب تستعملنا لاتاك، احنا مشنا حلفائك.
اما اسرائيل والعرب تاع الخليج كي قال لهم حلفاء هم ساكتين وقابلين، واحد ما خرج قال له لا 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 هذه حربك. دونك هل هذا مبرر ولا لا؟ فهموا سي سعيود وتبون والسلطه الجزائريه باللي الكتيبه والصيغه تاعكم غالطه، لكن تقولوا ما كانش مبرر، كان مبررات لهنا. إلى الدول العربية الشقيقة التي طالتها الاعتداءات العسكرية الإيرانية غير المبررة وغير المقبولة. خلينا درك من المبررات. أخلاقيا يا خاطي، أخلاقيا شكون سباب هذه الفوضى؟ هل إيران كانت قاعدة وناضت تضرب؟ إيران راهي في حالة دفاع ماشي في حالة هجوم. إيران ماشي المتسبب في الحرب. العالم كامل كل البرلمانيين في العالم يتجهوا ويوجهوا أصابع الاتهام لدونالد ترامب، قالوا له أنت اللي شعلت هذه. مهما كان من فعل ذلك فقد هدد حكومات عدة مثل كولومبيا، كوبا، المكسيك وكندا، بل أصبح مقاتلا ضد حلفاء الناتو يطمح لضم غرينلاند بالقوة أو المال، ويتخيل تقليص الدول الأوروبية لمستوى فاسو وبونتان، يعزز برامج الإبادة البيئية ويضعف التضامن مع الجنوب، يسعى لإلغاء القانون الدولي وتفكيك الأمم المتحدة، ويستهدف القضاء على غزة لصالح SVA. هذه هي الإمبراطورية الأمريكية. إلا في الجزائر ما نجبدوش على دونالد ترامب، نجبدوا على إيران كيفاه تضرب. سيت اون كونسيكونس، هذه ردة فعل. أنت قاعد تحكي على ردة الفعل، احكي لي مو على الفعل يا سيدي. أنصف وكون منصف وقول أولا نحن نندد ديجا بالعدوان الأمريكي على إيران لتسبب في رد عدوان يا سيدي، وقول غير بس أنك تقول لي لا هذا الرد راهو غير مبرر، عيب عليك. هو السيد أطاكاوه هيئة الأمم تبون مش قالهم السمع والطاعة لهيئة الأمم، والسماع والطاعة للأمم المتحدة القوانين الدولي. نعم، هيئة الأمم في ذاتها لا تعترف بشرعية الحرب تاع ترامب لأنه دارها هو وإسرائيل دون إذن هيئة الأمم. بس احنا في الجزائر نخاف نقولوا هذا الكلام، فنحصلوا قال واش يا جماعة ما تغضبوش ترامب، دوروا بركة قولوا نطلب من إيران إلى الدول العربية الشقيقة التي طالتها الاعتداءات العسكرية الإيرانية غير المبررة وغير المقبولة. دونك انت بيناتنا قول لي برك، هل انت تعترف باللي ايران ما كانش عندها مبرر كما تقول الجزائر وضربت هكاك بتمهبيل، ولا تشوف باللي سيبري كاين مبررات وكاين اسباب اللي دفعت الى هذا الشيء؟